مساء الخير يا طلبة تانية إعدادي، عاملين إيه؟ إيه أخباركم؟ تانية بي فصلي مدرسة محمد فريد. البراكتيكال شيت أو البراكتيكال ورك بتاعنا، الشغل العملي. قبل ما تبدأ بس إيه، اعمل سبسكرايب كده وروق على الكلام، خليك محترم. أوكي شكرا. اللي بعده واحد، هيجي يقول لك the effect of amplitude on the sound intensity، يعني امبليتيود الصوت على الساوند انتنستي. طبعا الموضوع بسيط خالص، كل ما هتزود الفايبريشن بتاع المسطره، يعني كل ما المسطره دي تفضل تروح وتيجي تروح وتيجي اكتر كده لفوق، كل ما الامبليتيود بيزيد، ده معناه ان الصوت هيبقى اعلى. يبقى الاوبزرفيشن اللي انت شفته، الامبليتيود اوف فايبريتنج رولر اند ساوند انتنستي ديكريسز باي تايم. ليه بقى الامبليتيود هتقل؟ لان بعد ما انت ضربت المسطره تبدا بقى ترتخي، يعني بعد ثانيه او اقل من ثانيه اصلا بتبدا ان هي ايه، ما تهتزش. فكل ما تهتزش يعني الامبليتيود بتقل، يعني الصوت بيقل. وبالتالي يا فندم الساوند انتنستي كونكلوجن ان الساوند انتنستي دايركتلي بروبورشنال، خلي بالك، مع السكوير امبليتيود. طبعا هيجي يسالك في الاوبزرفيشن وفي الكونكلوجن. اللي بعده ذا افكت اوف ميديوم density، تاثير كثافه الميديوم. طبعا يا ابويا حضرتك عارف ان في وجود الكربون دايوكسيد جاز وفي وجود الهيليوم او الهيدروجين، كربون دايوكسيد جاز غاز تقيل فالصوت هيكون اعلى، الهيدروجين او الهيليوم غاز خفيف وبالتالي الصوت هيكون واطي. يبقى ايه الاوبزرفيشن؟ ان الساوند از ويكر. يعني ويكر يعني ضعيف. sound is weaker after bumping the air out، يعني بعد لما بتفرغ الهواء من المضخة. طبعا دي مضخة، ده arm of vacuum pump، يعني مضخة هواء بتشفط الهواء. وهنا يا فندم ادي زجاجة وادي ساعة. الصوت هيكون ضعيف بعد شفط الهواء. ليه؟ عشان انت خففت الضغط. يعني مثلا يعتبر انك حطيت هيدروجين، حاجه خفيفه يعني، خففت الضغط. كل ما الضغط يخف او كل ما كثافه الهواء تخف، كل ما يا فندم الصوت برضو بيبقى ايه، بيبقى خفيف او بيبقى قليل واطي. وبالتالي conclusion ان الساوند intensity is affected by the density of medium، كثافه الميديم. ده معناه ان الساوند density increases، ده معناه ان هم directly proportional. كل ما الميديم density يزيد كل ما الصوت بيزيد، وكل ما الميديم density بتفرغه يعني بيخف من الهواء وبيبقى خفيف، وبالتالي الصوت هو كمان بيكون خفيف وبيكون واطي. التجربة الثالثة بيقول لك ويف موشن اكسبيرمنت. طبعا دي تجربة برضو من ضمن العبيطة، يعني سهلة. اولا بيقول لك ان انت لو جبت التيوننج فورك دي اهي زي ما انت شايف، سوري، لو انت جبت التيوننج فورك اللي هي الشوكة الرنانة وهزيتها زي ما انت شايف في التيوب، فهتلاقي الفليم رايح وجاي شمال ويمين. ليه يا عم اندرو الفليم رايح جاي شمال ويمين؟ بكل بساطة عشان الويف نقل انرجي، والانرجي دي عمالة تاخد او الفليم تخبط فيه شمال ويمين. يبقى ذا فليم اوف كاندل فايبريتس، وبالتالي الانرجي ترانسفيرد تنتقل من الفايبريشن اوف ذا تيونينج فورك للكاندل. يعني الطاقة اللي في التيونينج فورك هتروح للكاندل الشمعة. رقم 3 the particles doesn't enter the tube that indicates the air molecules don't move with the sound. ده معناه ان الهواء ممشيش مع الصوت. يعني البارتكلز دونت انتر، ما بتخشش التيوب، الجزيئات نفسها مش هتخش التيوب. وده معناه ان الاير موليكيولز دونت موف، ما بيتحركش منين يا فندم؟ مع الصوت. وطبعا يعني الاوبزرفيشن التالت ده ملوش اي 30 لازمه، فانت مش عايز تكتبه في الامتحان برضك، مش هيضر يعني، مش هيأثر على درجتك. طيب ايه يا فندم الكونكلوجن؟ الكونكلوجن ان الموفمنت ريزلتنج فروم ذا فايبريشن اوف ميديم بارتكلز هي الويف موشن، يعني هي الموجه اللي مشيت، موجه عماله تمشي كده، وهي دي اللي بتمشي كده، وهي دي اللي خبطت في الفليم. يبقى هي موجه عماله تمشي زي ما انت شايف وعماله تخبط في الفليم. اللي بعده طبعا هتتسال برضو اوبزرفيشن وكونكلوجن. اللي بعده بقى ده سؤال كومبليت، يعني بعتبره كومبليت، ما بعتبروش سؤال عملي، بس هو طبعا جاي لك في العملي، بس هو يعني اكنه كومبليت. طيب بيقول لك write the name of the model. طبعا اسمها سافرت، سافرت ويل، عجلة سافرت. ماشي. use DNA، طبعا used to determine the pitch او frequency of unknown tone، بحدد بيها البيتش النبرة او الفريكونسي التردد بتاع unknown tone. وتقولي في الاول determine.
يعني ايه ديترماين يا اندرو؟ يعني تحدد. ديترماين البيتش او الفريكونسي بتاع ان دي اوف unknown tone، يعني بتحدد الفريكونسي او النبره بتاعه النغمه المش معروفه. اللي بعده دي هتجيلك ليبل، ده بقى رسمه مهمه بتاعت الورده، كده كده عملي ونظري، يعني هي مهمه عملي ونظري الاثنين. تعال نشرحها. يقول لك identify the part of rules، اللي هو الرولز يعني الغلاف بتاع الورده. طبعا يا ابويا هتقول لي اولا بيقول لك اكتب لي النيم اوف ذا موديل، طبعا هتقول لي ان هو الفلاور، شيء بديهي، بس يفضل انك تكتب الهرمافروديت فلاور. يعني هو شيء بديهي فلاور، بس هو عايز السكس بتاعها برضو بالمره، فانت تكتب لي الهرما فروديت فلاور. وليها اسم تاني يا اندرو بايسكشوال فلاور، يعني اسمها بايسكشوال فلاور. وطبعا بقى ليها اسم تالت اللي هو التيبيكال فلاور. يبقى ما تنساش السؤال الاولاني بيقول لك write the name، اكتب لي الاسم، فانت هتقولي هي هيرمافروديت فلاور او بايسكشوال فلاور، وهي تيبيكال فلاور. طيب بيقول لك ليبلت، طبعا اعمل لهم ليبل. عايز ليبل هيجي لك بقى، يعني انت في موضوع الليبل ده هيجي لك ايه؟ اعتبر ان الكلام ده مشطوب، يعني فاهم، ده مشطوب وده مشطوب وده مشطوب وده مشطوب، كلهم كده مشطوبين، وحضرتك بقى هيجي لك اسهم وانت تكتب كل واحد بتاع ايه. فانت لازم تكون حافظ الليبلز دي كويس قوي. يعني انا اهو عشان بس تكون فاهمني، زي ما انا شطبت لك هو هيجي لك عليهم نقط، وانت تكتب كل واحد عليه ايه بالظبط. طبعا رسمة الوردة مش محتاج اقول لك ان هي مهمة عملي ونظري الاتنين، والله يعني بص سؤال مضمون في الامتحان عملي ونظري الاتنين. ماشي. اللي بعده بيقول لك اتعرف على نوع الوردة. طبعا ده سؤال يعني ما يجيش لعيل في سنة 5 ابتدائي، سهلة. الوردة دي هيرمافروديت، ايوه مظبوط هيرمافروديت عشان فيها جنس الانثى اهو القلة، والذكر اهو اللي شبه العود. هنا دي وردة ميل بس عشان ما فيهاش قلة، دي وردة قلة بس، وبالتالي طالما فيها قلة يا معلم يبقى هي الفيميل. اللي بعده يقول لك عايز النيم بتاع البتاع اللي قدامك ده. طبعا هو انت زي ما انت شايف ان ده السؤال، بس يعني يقصد في السؤال اكتب لي اسم التجربة، فانت تقول لي دي اسم تجربة اللايت ريفليكشن، انعكاس الضوء. زي ما انت شايف في ريفلكتنج سيرفيس، سطح عاكس، وفي انسيدنت لايت راي شعاع ضوء نازل، وفي ريفلكتد لايت راي شعاع ضوء خارج، وفي نورمال بتاعنا. طبعا الانجل اوف انسيدنس من جوه، والانجل اوف ريفليكشنز اللي جنب انت فاهمني؟ انا ممكن اشرحها لك يعني لو انت شايفني بكروت اهو. ادي الريفلكتنج سيرفيس، وطبعا كالعاده هنخربشه وهترسم لي. انا ممكن برسم لك رسمه هندسيه، يعني انا معايا الشاشه دي فيها حاجات هندسيه جميله هنستكشفها سوا. هات لي يا ابني ستريت لاين اهو، تعالى يا ابني هات لي بتاع كده ستريت لاين تاني. طبعا هيبقى ده النورمال، ممكن نعمله بقى بلون خفيف عشان هيبقى النورمال بتاعنا. ما جابش لون خفيف، خلاص هو ازرق حلو وانا هعمله بازرق، عجبني. ماشي. ثم بعد كده ده الانسيدنت لايت ري، هات لي سهم نازل. ده الانسيدنت لايت ري. ايه ده بقى؟ ليه كده بقى؟ لسه بقولها لك شاشه لذيذه. ده الانسيدنت لايت ري، شعاع الضوء النازل، وشيء بديهي. تعالى بقى نعملها لك بلون تاني، مفيش الوان تانية مش هينفع. يبقى ده الريفلكتد لايت ري، شعاع الضوء الخارج. عايزين نخرجه بس نحركه. ماشي خلاص مش هحركه. مش كده بقى اهو. طبعا يا فندم هيبان لك من جوه كده هنا الانجل اوف انسيدنس الصفرا، انجل اوف انسيدنس. طيب تعالى نمسك الحمراء، تبقى الانجل اوف ريفليكشن. طيب الشعاع ده بقى هيبقى الريفلكتد لايت ري، لايت ري، وده طبعا هيبقى الانسيدنت لايت ري.
انسيدنت لايت راي، وده طبعا هيبقى النورمال. ولو سألك على البتاع الحمراء دي هتقولي دي الريفلكتنج سيرفيس، ده السطح الايه يا فندم؟ ده السطح العكس. بس فهي سهلة يعني مش حوار. ادينا عملنا الليبل يا عم. اللي بعده يقول لك النيم. طبعا النيم هنا يا ابويا هتقول لي ان ده الجلاس بريزم. للاسف هي الصورة مش واضحة شوية، بس طبعا انت عارف ان هنا مكتوبة ديفيجن. تعالى اقرب لك. ديفيجن انحراف اهو، قربتها لك خالص. ده الوايت لايت، ده الوايت لايت. طبعا هنا الديفيجن بيزيد، الانحراف بيزيد، والفريكوانسي بيزيد، والويف لينس بيقل. ده طول ما انت نازل لفين؟ طول ما انت نازل لتحت. وبالتالي ريد، اورنج، يلو، جرين، بلو، انديجو، فايلوت، اللي هي روي جيبف، روي جيبف، ريد، اورنج، يلو، جرين، بلو، انديجو، فايلوت. ما تنساش زي ما قلت لك وانت نازل، الديفيجن الانحراف بيزيد، والفريكوانسي بيزيد، والويف لينس بيزيد، الويف لينس بيقل. وانت نازل الويف لينس بيقل. ما تنساش ان انا قلت لك في الفصل على، ما عنديش مشكله اشرحها لك تاني، ان الانرجي بتساوي الفريكوانسي بتساوي مين؟ الديفيجن، الانجل. تلاتة زي بعض. عكس مين؟ عكس الويف لينس. طيب كانت الموجة القصيرة اللي هي اللي تحت خالص هو الفايلوت. الفايلوت هو اللي كان قصير. قلت لك معنى ان هو قصير، معنى ان هو عالي في الانرجي، عالي في الفريكوانسي، وعالي في الديفيجن. يبقى طول ما انت بتنزل تحت، الفريكوانسي والانرجي والديفيجن بتزيد، اما الويف لينث بيقل. التجربة الأخيرة، الأخيرة في الصفحة يعني، تجربة سهلة مش صعبة. يقول لك عايز اسم ده برضو. الاسم ده يا ابويا هتقولي والله ده اللايت ريفراكشن، انكسار الضوء. طب هو هيسألني على ايه هنا يا اندرو؟ ممكن يسألك على الانسيدنت لايت ري بالاخضر، ممكن يسألك على الريفلكتد راي بالاصفر، ممكن يسألك على الانجل دي اللي انا بشاورلك عليها هي الانجل اوف انسيدنس. طبعا ممكن يسألك على دي الانجل اوف ايمرجنس، زاوية الخروج اهي. يسألك على الاميرجنت لايت راي. يبقى انت عندك ادي راي اتنين تلات اشعة: شعاع انسيدنت، شعاع ريفراكتد، وشعاع ايمرجنت. وطبعا ما تنساش ان الانجل اوف انسيدنس لو ب60، فالانجل اوف ايمرجنس برضه هتبقى بكام؟ برضه هتبقى ب60، عشان الاتنين قد بعض. اللي بعده دي بقى ورقة مهمة، نظري وعملي، يعني انت لازم تكون حافظها. مقارنة ما بين طنط الترانسفيرس ويف واللونجيتيودينال ويف. طبعا هيسألك ازاي هنا، يقدر يسألك على التعريف ما يضرش، يقدر يسألك عن التكوين ده ما يضرش، يسألك عن تعريف الكريست ما يضرش، ويسألك برضو عن تعريف الطرف ما يضرش. كل ده ما يضرش، كل ده ما يضرش. عايزها قدامك كده كلها اهي. تعريف الترانسفيرس ويف هي الديستربنس، هي الخلخلة اللي بتحصل في البارتيكلز، بتكون بيربنديكولر على الدايركشن، يعني بتكون ماشيه perpendicular. It is a disturbance in which the particles vibrate perpendicular to the direction of propagation. بتمشي perpendicular على خط الانتشار. اما اللونجيتيودينال فنفس التعريف، بس هتقول ان هي بتمشي along. يبقى الترانسفيرس ويف بتمشي كده اهو، طالعه نازله. اما اللونجيتيودينال بتمشي compressions و refractions، compressions و refractions، وهكذا. يسألك زي ما قلت لك، يقدر يسألك في التعريف الاتنين، يقدر يسألك عن الرسمة دي مين كريست ومين ترف، خلي بالك. ويقدر يسألك هنا مين كومبريشن ومين ريفراكشن ومين الويف لينس. وتحت بقى يقدر يسألك عن مين، يقدر يسألك عن تعريف الكريست
يقدر يسألك عن تعريف الترف، يقدر يسألك عن تعريف الكومبريشن، ويقدر يسألك عن تعريف الرير فاكشن. طبعا تعالى نقراهم ونذاكرهم مع بعض. الكريست هي الهايست بوينت اللي عندها اعلى دينستي، اما الترف هي اللوست بوينت اقل نقطة. الكومبريشن هي المنطقة العالية اللي عندها هايست دينستي وبريشر ضغط عالي وكثافة عالية، اما الريفراكشن هي المنطقة اللي عندها لوست دينستي ولوست بريشر ضغط اقل. لازم تكون حافظ الصفحة دي، الصفحة دي مهمة نظري وعملي. شكرا. يقدر برضو يسألك كده، خلي بالك عن الويف لينس، يقول لك فين الويف لينس موجود ما بين مين ومين، تقول لي ما بين اتنين كومبريشنز او ما بين اتنين كريست او بين اتنين ترف او بين اتنين ريفراكشن. اتنين اي حاجة، اتنين كريست، اتنين ترف، اتنين ريفراكشن، اتنين كومبريشن. ميرسي لحسن استماعكم، يا رب تكون حضرتك استفدتي. اللي عايز يبعت الفيديو لاصحابه يقدر يبعته، بس يبعته لينك لان انا هبقى اعمله ليستد. شكرا. متنساش برضو تعمل سبسكرايب، خلي عندكم دم، والى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامة.